نفسي اعرف مين اللي اخترع ان العيال تروح المدرسه وترجع لنا الساعه 12. يعني ايه ساعتين ويرجعوا؟ انا عايزه مدرسه تقعد لاخر رجعوا من المدرسه يتخانقوا على مستين، انا ما خدتش وانا ما خدتش. واحنا عايشين في حضانه ولا ايه؟ طبعا كأي أم مصرية حبيت إن أنا أفرض سيطرتي، فخدت المستين منهم وعملت حالة للبيت كله، حالة يكفي الجمهور اللي عندي كله. ناخد بقى المستين ونقطعهم شرايح رفيعة 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 عشان يكفي كل الجمهور ده. طب اتفضلوا دخلوا عليا يسألوني على الموزة التالتة، أروح أنا فين دلوقتي؟ المهم قطعناها حتت صغيرة، وطبعا تاكلي الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت، بر نفسك انت تعبانة طول اليوم. وبعد كده خدي لي حلة على النار، ما أنا لازم أخدك واحدة واحدة، تمام؟ هتحطي فيها معلقتين من الزبده او السمنه، ما تحيريش نفسك. بعد كده هننزل باربع معالق كبار من الدقيق زي ما شفتي معايا، وهتقلبي لحد ما تشمي ان ريحه الدقيق خلاص راحت والدقيق بدا قدامك ان هو يستوي. هتقولي لي يستوي ازاي؟ هقول لك هيبان، يعني مش لازم ان انا افسر يعني. بعد كده ننزل باربع كوبايات من الحليب، واقول لكم سر، انا حطيت 3 كوبايات، ما لقيتش الكوبايه الرابعه قمت مزوداها ميه، محدش هيحس ولا هياخد باله، مش مشكله. بعد كده هنزود 4 معالق كبار كمان من السكر، واديها كمان تقليبه محدش واخد منها حاجه. بعد ما قلبنا بقبقت كده تقلت معاكي، انزلي بسرعه على الرخام، يلا ورايا. نجيب بقى البولات ونصب كده زي ما انتوا شايفين، وقلت يا رب تكفي ال5 بولات. اللهم بارك، البركه حلوه، جابت 6 يا ولاد. هنسيبها بقى تتشمع، ويلا نحط الطاسه مره تانية على النار. ننزل بقى بالخير كله كوبايه من السكر، واديها بقى كوبايه من السكر على نار هاديه، وعلى بال ما يتعمل نعمل الخطوه اللي بعدها. في بوله هننزل بكوبايتين من الميه، عليهم معلقتين كبار من النشا، ونقلبهم ونخليهم جنبنا جاهزين علشان احنا وقتنا مش ملكنا. ركناهم. بصوا بقى رجعنا للسكر، بنستغل الوقت. هتلاقي كده الجوانب بدأت تسيح، خلقنا بدأ يضيق كمان، نمسك المعلقة ونجيب الجوانب ندخلها جوه السكر، وقلب قلب قلب، هتلاقيه ساح مع نفسه. المهم هدي النار او خليها متوسطة لو هتقفي فوقيه. بعد ما يسيح معاكي تماما نحط بقى ايه تاني؟ معلقة زبدة. ما عندكيش زبده حطي سمنه، محدش شايفك اصلا. هتحطي معلقه وتسيبيها كده برضو تسيح مع السكر. بعد ما ساح، بعد كده ننزل بالخليط الميه بالنشا اللي احنا دوبناه مع بعض. وطبعا هتكلكع معاكي، تقولي هتقعدي تصوتي، لا ما تصوتيش، هتفكي، ما تقلقيش خالص. خلي النار موجوده شغاله متوسطه والمعلقه شغاله، وهتبدا تفك كلها وهتبقى زي الفل. صوص كراميل اقتصادي بالميه، ما عملناش بحليب ولا اي حاجه. هنبدا نقلبها كده لحد برضو ما تربط معانا، وبتكون بالقوام واللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. نسيبها على البوتاجاز اقفلي بقى النار، مش هنسيبها، لا نقفل النار ونرجع بقى للبولات بتاعتنا، ونجيب شويه الموز قبل العيال ما ياخدوا بالهم منهم، ونبدا نرصهم على وش البولات بالشكل ده. رصيتي خلاص؟ لسه ما رصيتيش؟ طب ننجز بس عشان العيال واقفه كده. خلاص احنا خلصنا رص، لسه ما خلصناش، تمام زي الفل. لا هقطع المقطع عشان تعبت الصراحه كتر خيركم عليا حقيقي يعني. المهم بعد ما رصينا كل الموزات على الوش، الموزتين حقيقي كان فيهم بركه والله، المهم قطعيهم رفيع. ننزل بقى بصوص الكراميل كده على الوش. وعايزه اقول لك احلى حاجه فرحت بيها، ان اتبقى كمان كوبايه من صوص الكراميل، يعني ممكن كمان اعمل لهم كيكه يتعشوا بيها، عشان ما حدش يقول لي عايز يتعشى كمان وتبقى الليله قضيت. ناخد بقى البولات دي وعلى التلاجة، فضينا بقى الكميه كلها كده في البرطمان، وينفع معاكي في اي زنقه على التلاجة. طيب الوصفه دي احلى ما فيها، تنفع معاكي في الصيف وتنفع كمان معاكي في الشتاء. في الصيف هتخليها التلاجة تسقع شويه، اما في الشتاء هتسيبيها على الرخامه ربع ساعه، وهتاكلوا احلى حاجه، هتدفي البيت كله حقيقي تحفه يعني. حاله اقتصادي، سيبكم من الحاجات الكتيره اللي احنا عملناها، ان شاء الله تكون موجوده عندكم، بقوا طمنوني يعني. بس حقيقي تستحق التجربه، طعمها حقيقي خطير. لو عندك موزتين استووا او اسودوا هاتيهم، وهاتي شفشق الخلاط وتعالي ورايا. عندي كده 3 حبات من الموز، وكل ما كان مستوي كل ما كانت هتكون احلى بكتير. هنحطهم كده في شفشق الخلاط، عليهم كوبايه من الميه، كوبايه كمان من الحليب، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، 3 معالق من السكر، وكمان حبيتين من البيض. وغطي كده شفشقك ويلا على الخلاط. هنسيبهم يتضربوا لحد ما يكون الخليط ناعم تماما، والموز كمان عندنا يختفي. علشان كده بقولك كل ما كان مستوي كل ما هيكون احلى. كده خلاص الخليط بقى عندي جاهز، هرجعه كده في بوله، وهبدا اضيف عليه كوبايه ونص من الدقيق، نفس الكوبايه اللي انا خدت بيها الميه والحليب. هننزل كده بالدقيق على 3 دفعات علشان يختلط معانا كويس، ودي بتكون النتيجه والقوام المطلوب. بعد كده غطي البوله وسيبيها تقريبا ساعه بالظبط لحد ما يختمر معانا، او ساعه
الا ربع لو كان الجو حر. كده بعد ما عدى عليه بالنسبه لي ساعه الا ربع لان الجو ما شاء الله، هبدا ان انا كده اقلبه تقليبه بالمضرب علشان افش الخمور. عندي كده طاسه على النار احط فيها اي معلقه من اي ماده دهنيه موجوده عندي، وبعد كده هاخد بقى بالكبش من الخليط وهبدا احط في الطاسه وهغطيها. اول ما ارفع كده والاقي الجوانب بدات ان هي تنشف حتى لو في النص عجين حلو جدا، هنبدا بس نسلك الجوانب ونبدا نقلبها على طول، ما تستنيش كلها لما تتشمع علشان ما يغمقش لونه قوي من تحت. بعد ما قلبتها برضه احط شويه من اي ماده دهنيه وهرجع اغطيها كده، وكده خلاص بيكون جاهز معانا. وده بيكون النتيجه، وهقدمه معاكم باكتر من طريقه. والوصفه دي وصفات تانية كتير لو انت بتحب المعجنات هسيبها لك في لينك تطبيق، مجرد ما بتحمليه بيكون من غير انترنت تماما، كل الوصفات كتابيه وكمان مصوره. وادي كده كمان التانية هوريكم كمان لو انتوا حابين تعملوه مقاسه صغير، عايزه اقولك بيكون حلو قوي خصوصا لو عندك اطفال او انتوا كميه كبيره، فالصغير ده هينجز معاكي. هناخد كده يا دوبك تلت الكبش اهو، بدأ يتشمع، قلبته الناحيه التانية وهكذا لحد ما اخلص البركه اللي معايا او الكميه كلها. وكده خلاص خلصنا، اللهم بارك، كميه ما شاء الله حلوه، يعني عشاء محترم او فطار حاجه كده مختلفه. تمام. هنحط بقى هنا عليها ممكن مربى وشويه كده فول سوداني مجروشين، او ان احنا نحط عليها نوتيلا، ودي نوتيلا بيتي انا اللي عاملاها. تمام. شايفين طري جدا ما شاء الله. تعالوا بقى كده نقدم. هنا حطيت شوكولاته، ممكن بس كده خلاص تتقدم بكده، تبقى يعني كريب كده حلو بالشوكولاته، بيبقى طعمه تحفه جدا. ممكن بما ان هو معمول من الموز اقطع كده شرايح موز واحط كده عليه عسل، او ان انا احط شوكولاته برضو مع شرايح العسل واقسم كده الكريبايه كده بالنص، بيكون برضو حلو جدا. هنا برضو حطيت نوتيلا كمان وحطيت معاها موز. وهنا بقى الباقي ممكن اقطعه كده مكعبات او مثلثات برضو، واقدمه مع رشة عسل او يتقدم كده جنب كوباية شاي بحليب. وفي الاخر بزينه بصوص الشوكولاتة، واتمنى تجربوه. هستنى رأيكم في التعليقات. اي حد بيدوق عندي الحلا ده لازم يطلب طريقته، بسميه كده حلا الخميس. حلا الخميس سهل ولذيذ ومن غير تعب، سهل جدا واقتصادي، وما شاء الله الحبايه منه بتكون تقيله جدا. يلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدا الطريقه مع بعض. خليكم معايا. الوصفه دي ووصفات تانية كتير هسيبها لك في لينك تطبيق من غير انترنت تماما، حقيقي هيفيدك جدا. كل الوصفات بالصور وكمان بالخطوات كتابيه، مجرد ما بتحملي التطبيق بيكون خلاص كده على تليفونك من غير انترنت. طاسة على النار هبدأ ان انا انزل فيها بكوبايتين من الحليب. دلوقتي هنعمل القشطة الكدابة اللي هتكون حشو معانا النهاردة. حطيت كده كوبايتين من الحليب، حليب بارد عادي. هبدأ اضيف ربع كوباية كده من سميد البسبوسة، ربع كوباية كمان من النشا، ما يعادل 3 معالق، لان نفس الكوبايه اللي انت عايرتي بيها الحليب. نص كمان كوبايه من السكر، يبقى معانا كوبايتين حليب، ربع نشا، ربع سميد، نص سكر. وهنقلب كل الميكس ده كويس جدا لحد ما يربط معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الكريم شانتيه، وده اللي بيديها ما تبقاش جامده كده معاكي، تبقى سايله شويه وفي نفس الوقت فيها طعم حلو جدا، وفيها مطه الجيلاتين كده جواها. والمضرب باظ الحمد لله. اخر حاجه كده هننزل مكعب من الزبده، وبرده بيدي القشطه طعم حلو جدا ودسم قوي. برده هبدا اقلب كده لحد المكعب ده ما يدوب معايا تماما، وكده خلاص القشطه معانا جهزت. هنبدا كده نحطها في اي بوله، وهنغطي وشها كده علشان ما ينشفش معانا باي كيس بلاستيك، وهندخلها التلاجة تبرد مع نفسها لحد ما نخلص. بعد كده عندي كده لفه من الجلاش، هنبدأ نفردها كده جنبنا ومش محتاجين نغطيها، احنا كده كده هنشتغل على طول. عندي بقى المادة الدهنية كده، هتحضري نص كوباية من الزبدة عليها ربع كوباية من الزيت، تسيحيهم كده مع بعض، وده هيكون خلطة التوريق بتاعتنا. ممكن نحط سمنة او ممكن نحط سمنة، ممكن نعملها بزيت بس ممكن، ولكن هتكون مقرمشة زيادة عن اللزوم، وفي نفس الوقت كمان طعمها زيت. دي حلويات بقى، فالحلويات احنا ما بنحطش فيها زيت، يا زبدة يا سمنة. كده خلاص هعيد معاكم دلوقتي تاني لفة الجلاش. انا بلفها كده زي السمبوسة، بعد كده بقطعها من فوق واحط مكلكعة كده حتة ورقة ألمونيوم بحطها كده من فوق. فردنا كده ورقة الجلاش، نبدأ نطبقها كده على نفسها وندهن برضو. تمام. بعد كده هلفها بالظبط وهدهن برضو، بعد كده لفها كأني بلف شريط سمبوسك بالظبط. طريقة سهلة وسريعة، وهتخلصي كل الكمية في دقايق. كده خلاص نبدأ بقى الحتة المقفولة، نبدأ نفتحها كده نقصها بالمقص،
ونيجي كده في نص الجلاشة بالظبط نكلكع حتة ورقة ألمونيوم ونحطها كده من جوه. وادي واحدة كمان احنا بنقصها من فين؟ من الحتة اللي بتكون عريضة مقفولة، انتي هتلاقيها كده قدامك اخر قفلة كده للجلاش، وفي نصها بتحطي كده ورقة ألمونيوم علشان ده اللي هيكون تجويف اللي هنحط فيه الحشو زي ما قلنا. هنجيب بقى صينية أو صاج مش مدهون أي مادة دهنية، لأن طبعا المادة الدهنية اللي في الجلاش كفاية، وهندخل الصاج ده على رف أوسط على درجة حرارة 180 علشان يورق كده مع نفسه. مجرد ما يتحمر من تحت هقفل البوتاجاز تحت وهشغل عندي الشواية من فوق علشان ياخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. أول ما يخرج من الفرن هبدأ على طول أشيل ورق الألمونيوم وأسيبه لما يكون دافي، مش هسيبه لما يبرد تماما، لا، لما تكون الجلاشية كده دافية. تمام. بعد ما كانت دافيه، بعد ما دفيت معايا هبدا ان انا اسقيها شربات. لو انت عايزه الجلاش ده طري هتسقيه شربات خفيف، لا عايزاه زي طعم البقلاوه كده هنسقيه شربات تقيل. شربات تقيل ده بيبقى قد ايه؟ كوبايه سكر على كوبايه ميه. اول ما يغلوا على النار هبدا ان انا اهدي، يبقى النار كده متوسطه لمده 12 دقيقه، ومجرد ما بيغلي بحط يا اما عصره نص ليمونه او ذره ملح ليمون. كده خلاص هنجيب بقى القشطة من التلاجة، هرستها كده بالمعلقة، والطبق اللي انتوا شايفينه ده اللي موجود عندك، يعني بواقي الجلاش كده ممكن تحمريها وتزيني كده بيها، شوية كنافة ممكن تحمصيهم تزيني بيهم، شوية مثلا مكسرات اللي انت عايزاه. الوصفة الأصلية بتتغمس كده بالمكسرات، بس طبعا احنا ما عندناش مكسرات، الدنيا مش هتبوظ يعني نحط اي حاجة كده شكل من فوق. فانا هنا كان عندي شوية كنافة والله من رمضان متحمصين وكانوا في كيس كده جوه التلاجة، فقلت هزين بيهم. بنبدأ كده نفتح الوربات بتاعة الجلاش نحشيها القشطة، وبعد كده نبدأ ان احنا نزينها كده بأي حاجة زي ما قلتلك مكسرات عندك. وقت التقديم بنبدأ نقدمها، نرش عليها الشربات ونقدمها. طبعا احنا رشينا الشربات قبل الحشو، وبرده وقت التقديم بتبدأي ترشي عليها الشربات بتاعها وتقدميها. قد ايه بتكون شيك جدا وحلوة قوي، وطعمها كده جميل وغريبة، شكلها كده جديد مش حاجة تقليدية. اتمنى بجد تجربوها، وهستنى رأيكم في التعليقات. الفيديو خلص، مع السلامة.